السفارات وعلى الوزارات يتعاقبون في هذه الدوريات، فكل واحد منا له ملائكة يتعاقبوه صباح ومساء يحفظونه من أمر الله. هذا كلام هذا كلام اللي خلق الكون. أما 10 يسمون الحفظة، وأما 2 فهم رقيب وعتيد. ما حد منا بيرشيهم بيقول اليوم إجازة لك وخذ لك حق القات. حد بيقدر يسوي هكذا؟ جربوا. حد يقدر القوة الإلهية ويغير هذا النظام ولا يعمل عليه انقلاب؟ ما يقدر. لا يقدر الحاكم ولا يقدر العالم ولا يقدر الولي ولا يقدر الجاهل، لكن هذا نظام كوني رباني. إذا موقع الحركة من المسجد، يستلمون الناس في المساجد، الذي ما يستلمون في المساجد أول يسجلوا عليه تقصير، ثم يذهبون لأجل يقومون بواجبهم معه. أما الملكين رقيب وعتيد فهؤلاء لا يتركونك أصلا، لأنهم يسجلون له الحسنات والسيئات. وأما 10 الحفظة فهم يتبادلون حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وكما جعل لك ملائكة يحفظونك من أمر الله ويكتبون حسناتك وسيئاتك، فإنه جعل لك قرناء من الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن ذكر الله. وظيفة الشيطان وظيفة القرين يعيش معك ويتعرف على حياتك ويتعرف على سلوكك منذ أن تولد، منذ أن يولد المولود يكون القرين معه. وهذا من أمر الله لحكمة يريدها الله في الأرض، ولأجل نتعلم من المساجد. طيب يا رب، ليه الملائكة ولماذا القرناء وما هي وظيفتنا في الأرض؟ إذا من أين سنتعرفها؟ ما بنتعرف لها بالكلام اللي نسمعه في الإذاعات والتلفزيونات، لا، هذا بنتعلمه من العلماء الربانيين في المساجد، لأن موقع هذا العلم المساجد. ولأن الشياطين دائما يحتوشون الناس حتى لا يدخلون المساجد. ولأنه من علامات الساعة أن تكثر الصفوف في المساجد وتطول المنائر وتتناكر القلوب.